يا ترى الذهب والدولار رايحين فين الأيام اللي جاية؟ السؤال ده شاغل بال ناس كتير الفترة دي بعد ما زادت توترات الأوضاع السياسية. بص يا سيدي، الحكاية كلها إن الأسواق العالمية وقفت التداول، بس في مصر الوضع اختلف خالص. السعر زاد بطريقة خضت الناس لدرجة إن وصل الفرق ما بين البيع والشراء لرقم كبير، وده معناه إن التجار بيأمنوا نفسهم من أي مفاجأة تحصل أول لما البورصة العالمية تفتح. فلو التصعيد كمل ووصل لمناطق النفط والغاز حركة الشحن اتأثرت، الخبراء بيتوقعوا إن الأونصة عالميا تضرب في العالي وتوصل ل 6500 دولار، وساعتها عيار 24 ممكن يكسر حاجز ال 9000 وال 10000 جنيه ويبقى واقع بنعيشه. أما بقى بالنسبة للدولار فطبيعي مع القلق ده المستثمرين الأجانب يبدأوا يسحبوا الأموال الساخنة من المنطقة كلها، وده بيضغط على الجنيه وبيخلي الدولار يرفع قدامه، وده اللي حصل في الساعات اللي فاتت. فالتجار وقفوا بيع وشراء دلوقتي علشان الرؤية مش واضحة. فلو بتفكر تشتري أو تبيع استنى لما الصورة توضح، وبلاش تجري ورا الزحمة وخلاص. يلا شاركونا في التعليقات وقولوا لنا الذهب عندكم وصل كام في التعليقات.